أهلا بكم جميعا على قناة أخبار الساعة. فوز وكنديو الفوز للجمهور هذا العريق العالمي ديال فريق الرجاء البيضاوي. تعتقد البدايه الحقيقيه الان حتى الرجاء يعود ويحقق لقب ويستعيد لقب البطوله ان شاء الله؟ فالحمد لله كما شتي هذا الماتش هذا كان مأجل عندنا. كنا مركزين وكنا عازمين باش نحققوا 3 بوان باش تسمح لنا باش نترافعوا في سلم الترتيب. فالحمد لله هذاك الشيء اللي وقع لنا، فبيننا وبين حسنيه اكادير نقطه، فكنقولوا ان شاء الله فريق الرجاء البيضاوي رجاء ان شاء الله. شكرا لك عبد الرحيم، شكرا بالتوفيق. شكرا لك. اذا مع ردود افعال، لكن بعد قليل تفضل زميلي ماجد، عوده اليك هناك في الاستوديو. شكرا ياسين. اذا نتيجه مهمه، هناك ربما طموح كبير للرجاء متنفس في ظل هذه النتيجة، ولكن عكس ذلك الوداد يواصل النزيف. الوداد يطرح عديد علامات الاستفهام. ما الذي تغير كابتن يوسف في الشوط الثاني؟ لا، الشوط الثاني أظن الرجاء كان نسبيا أفضل. عبادي دخول مابيد يعطى قوة أكثر لفريق وسط الملعب، فريق الرجاء البيضاوي، حتى من خلال يعني خلق المحاولات. شفنا محاولات أكثر لفريق الرجاء كان ربما في نظري كان هو الذي يبحث أكثر من الفوز عن فريق الوداد، صح، خلال الضغط على فريق الوداد من خلال خلق محاولات على الأطراف. شفنا ياجور كان قريب من التسجيل، كان كذلك حدرافة ضاع فرصة للتسجيل. الوداد للأسف لم نشهد ولا شيء. أن التغييرات عملها البنزرتي لم تعطي أي شيء، لم تقدم جديد للوداد. الوداد لم هدف 3 جاءت من كرة ثابتة من أخطاء واستغل فريق الرجاء، خصوصا الهدف الثاني خطأ كبير للمدافعين في عملية الرقابة. تقريبا 3 لاعبين فريق الرجاء، وهذا مش معقول. أن فريق الوداد والحاج تقريبا 3 لاعبين ولا لاعب هناك، يعني الرقابة غير موجودة. حتى هناك استسلام كبير لفريق الوداد. تحس أن فريق الوداد مرهق متعب. ما شاهدناش. الشوط الأول كان أفضل، يعني كان يصل إلى المرمى، كان يخلق المحاولات، كان يستحوذ على الكرة، لكن الشوط الثاني اختفى. شوف هنا الهدف، شوف تقريبا 3 لاعبين ولا لاعب الرقابة غير موجودة. بنون، واظن ان كان مع حتى لاعب جبير الجهه اليسرى، يعني في التوقيت يعني 87 88 توقيت مهم، المفروض يكون الفريق اكثر تركيز في مثل هذه الدقائق. شوف ولا لاعب، يعني الكل يعول على الاخر، كل لاعب يعول على الاخر. حتى يعني الا ما لمسهاش بنون كاين والحاج من وراء، كاين والحاج وكان تقريبا. وهذا اخطاء بدائيه، اخطاء المفروض في فريق الوداد انها ليست هناك رعايه دفاعيه، معاناه كبيره على مستوى خط الظهر. صحيح، وكان من بدايه المباراه اشرت على ان مشكل الوداد مشكل في الدفاع. شفنا كومارا لم يكن في يومه، وحتى هو خرج بمشكل صحي، لذلك فتم تعويضه باعراب، ولكن لم يعالج مشكل الدفاع، مشكل الرقابه. هل لا يعقل ان نترك والحاج وبانون؟ كنعرفوا بان الرجاء عندهم لاعبين اللي كيجيدوا الكرات العاليه وكرات راسي، وبانون والحاج. اينك سعيدي، اينك يا عطوشي، اينك اعراب، يعني 3 لاعبين يجيدون الكرات الثابته. من تراقبون في القائم الاول؟ يعني هذا، يعني القائم الاول تركتوا القائم الثاني. هذا اشياء يعني اخطاء ساذجه. لازم الوداد انه يصلح اخطاء المدافعين وعدم الاكتفاء فقط بالضغط في وسط الميدان. أهلا بكم جميعا على قناة أخبار الساعة.